عوف عليكم يا ولاد. صلى على رسول الله وزيد النبي صلى. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى انا قمت من النوم، قلت بقى ايه اقعد في الجنينه كده الشمس واخرج شويه بطاطا للطيور. وبعدين بقى ايه قلت اما ادوق الاستفند كده اشوف حلاوه ولا ايه، بدل ما احنا بنشتري. لقيته حادق لسه فيه المزازه كده، عايز كمان إيه يعني اسبوعين كده ولا حاجه منه، بلدي حادق شويه. المهم بقى ايه انا عماله اقطع الاستفندي وبدوق، لسه لقيت ايه السعديه الابله سعديه داخله عليا بزعابيبها زي عوايدها. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا بنت اصطبح وقول يا صبح، وانا كل يوم اصطبح بخلقتك. المهم ايه جايه تقول لي الراجل يا اختي من يوم ما قعد من السفر وهو ما وراهوش غير شغل الغيط، ويجي من الغيط ينام ويفضل طول النهار في الغيط، ويجي من الغيط يقوم داخل على السرير، حتى ما يفكرش يشطف ولا يقلع الهدوم اللي عليه من التعب، بينام وهو قاعد واحنا بنتعشى ويقوم داخل راقد. يا اختي يا اختي يا حزن الحزن يا سنة جاز. وبعدين بقى جيت قلت له وبعدين يا بيت وانت ساكتة ازاي على الوضع ده؟ قالت له وانا هعمل ايه بس انا فاض بيا، انا هسيب البيت وامشي. قلت لها لا يا هبله، ما تسيبيش بيتك، انا هجيب لك صابونه وليفه ومعجون سنان على حسابي، وتمسكيه بقى ايه تملي له الطشت وتحطيه فيه وتمرشيه وتمرشيه بقى المرشه اللي هي. قالت لي انت بتتريقي؟ قلت لها والله العظيم هجيب لك صابونه وليفه على حسابي. المهم بقى ايه قلت لها يا بنتي انت وازاي ان انت سايباه طول النهار في الغيط؟ هو الراجل اللي متغرب طول عمره ده وقعد تلتين عمره في الغربة هيقضي الكام سنة اللي فاضلين له في عمره إيه في الغيط؟ قالت لي طب انا اعمل ايه، ما انا ببقى هنا في بيتي وسط عيالي وبطبخ وبعمل وقاعده في العيله وطلبات امه وطلبات ابوه ومش عارفه ايه. قلت لها طلبات ايه ونيله ايه؟ انت يا بنت بعد ما بتخلصيش شغلك، بعد ما تطبخي كده ما تغيريش هدومك كده وتلبسي طرحه حلوه وتقومي واخده الغدا لك انت وجوزك وتروحي الغيط تتغدى انت وهو وسط الزرع والغيطان ووسط الخضره، وتحسسيه ان انت معاه، هو يبقى حتى تديله طاقه كده ايجابيه ان انا جنبك اهوت، ان انت قعدت من الغربة بس أنا ما سبتكش، أنا معاك. وتتغدى وياه وتغدي عيالك هنا، مع تسيب لهم الغدا مع ستهم ويقعدوا ياكلهم، وانت روحي كلي مع جوزك. مش تبقي سايباه طول النهار في الغيط ويقعد طول النهار في الغيط، ويجي بالليل الراجل من تعبه وطول النهار يقوم راقد مطرحه، ولا بيغير هدومه ولا بيشطف ولا حتى بيسمع كلمة حلوة ولا بيشوفك طول اليوم. الراجل بيطلع من الفجر الله يعينه. قالت لي انت شايفه كده؟ قلت لها اه يا حبيبتي اتكلي على الله وروحي اطبخي كده لقمه حلوه لجوزك وخدي الغدا وروحي له، وسيبك من حكايه هسيب البيت والكلام الفاضي ده. وبعدين انا قلت لك من بعد ما جوزك قاعد من السفر خدي بالك بقى من جوزك واتبهي له، مش الراجل قاعد من الغربة نقوم نغربه في الغيط كمان؟ ما ينفعش كده يا حبيبتي يا حبيبتي، وخدي بالك من نفسك انت كمان. ما بتروحيش الكوافير ليه؟ ما بتلبسيش هدوم حلوة ليه وتاخدي بالك انت كمان من نفسك؟ قالت لي ده هو بيستحمه من ساعة ما قعد من السفر، كل أسبوعين مرة يجي أدخله يستحمى بالزاق. قلت لها يا نهار اسود، أسبوعين اتنين؟ ازاي الكلام ده؟ قالت لي ابقى غسله الحمام ومنضفاه ومخليه فل، وهو يجي من الغيط يقوم داخل برجله وهي منعصة وجله، ويقوم داخل مخبل الحمام وموسخه. قمت انا قلت له زعقت فيه وقلت له وانت جاي من الغيط رجلك وسخه وتقوم داخل على الحمام موسخه كده وانا لسه غسلاه؟ قام حالف عليها يمين طلاق بالتلاتة، لا ما انا مكمل حمه وهروح استحمى في الترعه. يا لهوي، ترعت ايه يا بنت في البرد ده؟ قالت للراجل طلع بالصابون اللي عليه، قام لابس هدومه وكان بالشطف، وقام لابس الهدوم وقام طالع وراح كمل حمى في الترعه في البرد ده. هو ده يموت يا بنتي، ده انت كده تموتيه يخرب بيتك. حمام ايه يا بنت اللي انت خايفه عليه؟ انت خايفه على الحمام يتوسخ وما انتش خايفه على الراجل؟ هو انت يعني عاملاه غير اللي الناس عامله؟ ولا انت دهن الحيطان عسل ولا سمنه ولا خايفه عليهم؟ ايه يا بنت الهبل ده؟
المهم ايه، بتقول لي زعل وما بقاش يجي يستحمى في البيت خالص من نهاره، وبقى ايه يشطف في الترعه ويجي لنا اخر النهار رجلها متلحوسه ومن تعبه بينام وهو قاعد. قلت لها انت ليه الراجل ده لو جرى له حاجه انت اللي هتبقى مسؤوله عنه، انت ما بتاخديش بالك من جوزك ليه؟ ما يجوا كل يوم كده هوت من الغيط سخنوا له الميه وقولوا له قوم خش الشطف وطلعي له هدوم نظيفه وخلي بالك منه واعملوا له حاجه دافيه، والظهر خدي الاكل وروحي اتغدي معاه في الغيط، حسسيه ان انت جنبه ووليه. وليه يا حبيبتي، ده الخير والنعمه اللي انتوا فيها ديت هو السبب في الخير ده كله بعد ربنا. خدي بالك منه يا حبيبتي، ما ينفعش كده. وبعدين اللي عندها راجل النهارده في الزمن اللي احنا فيه ده واخد باله من بيته وبيجري ويشقى ويتعب، دي نعمه يا حبيبتي، دي نعمه. بص كده للستات اللي حواليكي، هتلاقي معظم الرجاله قاعدين في البيت وهم اللي بيطلعوا يشتغلوا بالاجره، وبيقوم من النوم يلاقي مصروفه محطوط له تحت دماغه كده تحت المخد، على ما يقوم من النوم الظهر براحته تكون هي عملت في الأجرة اتأجرت مرتين في الغيط، وتكون جابت اتحصلت على في اليوم 300 400 جنيه، وهو بقى ياخد الفلوس بقى يقوم من النوم براحته ياخد المصروف ده ويطلع يفرتكه على القهوة وهو قاعد عايش الدور وعامل فيها معل. رجالة ايه دي يا اختي؟ انا عمري ما شفت كده. هي دي تبقى هو ده يبقى راجل ولا دي رجاله؟ هو الراجل اللي ما كانش يجري ويشقى ويجيب القرش ومراته قاعده في البيت كده مستتته ومتهننه، يبقى ده بني ادم ولا ده راجل؟ ده انا لو جوزي زي دولت اضربه بالنار واريح دماغي منه. لا، انت في نعمه، احمدي ربنا ان انت جوزك عمل قرش واشترى ارض ومش مخليكي ولا انت ولا عيالك محتاجين حاجه. ان الاوان ان انت بقى اللي تاخدي بالك منه. قالت للعيال اتعودوا عليه على سفر، قلت لها بس قاعد وما ينفعش بقى ان هو يتغرب تاني والراجل كبر. قالت لي العيال بيبقوا طول النهار مبسوطين ان هو بره وفي الغيط. قلت لها قرب انتي سيبك من العيال بقى، وبعدين اقعدي مع عيالك يا حبيبتي، اقعدي مع عيالك وقولي لهم ابوكوا كبر ما عادش بيقدر يسافر، اقعدوا معاه واتكلموا معاه واحكوا له مشاكلكم، وخلي جوزك برضو يقرب من عيالك ويتكلم معاهم. كفايه ان هو طول عمره متغرب ما يعرفش عنهم حاجه، انت هنا اللي كنت بتكبري وتربي وتعلمي. وبعدين كل اللي كان بينكم في الغربة الفلوس، كان هو بنك بيحول بس فلوس، دوره ان هو يبعت فلوس ويحرم نفسه من هناك في الغربة من كل حاجة، حتى اللقمة الحلوة كان بيحرم نفسه منها، حتى الفاكهة ما كانش بيدوقها. يا حبيبتي كفاية غربة وخدي بالك من جوزك، وسيبيني بقى اقوم اشوف البطتين بتوعي كلوا ولا شربهم ولا حكايتهم ايه بالظبط، وفتكوا بعافية.